أحمد الشرع، ونظام اليوم هو من ضلع الإخوان. مش تؤمن بالدولة الوطنية، لا الدولة الدينية ولا الدولة الفئوية. هنالك ارتياب واضح. لا احنا مش ارتياب، احنا بننتظر ما هو قادم. هناك مؤشرات وفي هناك علامات استفهام كثيرة على التركيبة الموجودة الآن. لابد من انه يكون هناك عملية سياسية شاملة تشرك الجميع في سوريا، سواء كانوا في الساحل او في الجنوب السوري او في الشمال الغرب، ايا كان. فكر الاستفراد او اقصاء البعض في الحقيقة لن يؤدي الى شيء. ما نكون مستعجلين لفتح علاقتكم مع هذا ما لا الأمين العام للأمم المتحدة ولا رئيس مجلس الأمن ولا مفوض حقوق الإنسان ولا مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ولا المبعوث الأمريكي إلى سوريا. هذا السفير المصري بلبنان. السفير المصري بلبنان بده يحدد شكل الدولة. طيب يا حبيبي، احنا كسوريين اتدخلنا بشكل الدولة عندكم ان كانت اسلامية ولا سلفية ولا تعريصية؟ ما لنا دخل، انتوا دولتكم حرين بيها. طلبنا منك تشرك الاخوان المسلمين بالحكم لحتى تطلب منا كسوريين انه نشرك الساحل ونشرك الصحراء ونشرك الجبل والسهل، وانت مال امك ما تلتهي ببلدك. يعني انا شفت تعريص، بس أقوى من هالتعريصة هي ما شفت. سفير مصر بلبنان بده يتدخل بالشأن السوري وبشكل الدولة بسوريا، وبده يفرض على سوريا مين يشركوا بالحكم ومين ما يشركوا بالحكم. إذا عندك شوية بطولة في أديس أبابا عاصمة القرار الأفريقي والسيد أبي أحمد، روح وخلوه يجيب لكم شوية مي. أحمد الشرع.